اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج في الوريد مع محمد ابو العز، مختصر اخبار مصر في اسبوع 8/4/2016. اهلا بكم. الحكومه الايطاليه طلبت في وفد امني مصري باسماء معينه ان يذهب الى ايطاليا لبحث قضيه جوليو ريجيني ومقتله، ويقال ان ايطاليا لديها مستندات وتسجيلات بالصوت والصوره لقتله جوليو ريجيني. الأمر أخذ أبعاد أخرى لأن تصريحات والدة جوليو ريجيني أمام البرلمان الإيطالي كانت مؤلمة وصادمة. قالت والدة جوليو ريجيني: قتلوه وعذبوه كما لو كان مصريا. كلمة موجعة لا يجوز بعدها أن احنا نهزر. قتلوه وعذبوه كما لو كان مصريا. أما صحيفة كوريرا دي لا سيرا الإيطالية قامت بعمل صورة كبيرة لجوليو ريجيني مكونة من صور صغيرة جدا فسيفسائية لمئات المعتقلين والقتلى المصريين على يد الشرطة المصرية كما قالت الصحيفة الإيطالية. أما صحيفة التايمز البريطانية قالت هناك استبداد في القاهرة والعفن ينخر في الدولة المصرية كشف عنه مقتل جوليو ريجيني. للأسف سمعة مصر على المستوى الدولي بقى في الحضيض، لأن الحكاية بقت أكتر من واحد مصري يتقتل وخلاص. يا عم ده واحد مصري مش مهم. لذلك كان القضية الأهم بعد مقتل جوليو ريجيني الخمسة اللي اتقتلوا على أنهم عصابة يفترض أنها كانت على صلة بمقتل جوليو ريجيني. الهاشتاج حق الخمسة قبل حق جوليو ريجيني كان متصدر على تويتر، وكان المصريين بيسألوا الخمسة اللي اتقتلوا ليه؟ وحقهم هيجي ازاي؟ محدش عارف. وكمان القناة الأولى الألمانية لأول مرة بتعرض تقارير لمدة ساعة ونصف عن التعذيب في السجون المصرية وعلى يد الشرطة المصرية والمعاملات الغير آدمية التي يلقاها المحتجزون لدى الشرطة المصرية. يعني هم عايزين نحافظ على سمعة مصر علشان السياحة تيجي مصر. السياحة بناء على كده أوقفت الشركات الإيطالية أي سياح قادمين لمصر في الفترة الجاية. ده بالإضافة إلى توقف السياحة الروسية إلى أجل غير مسمى على الأقل خلال 2016. تحيا مصر. أما الأخبار الكوميدية اللي على طريقة هم يبكي وهم يضحك كانت زي تصريحات رفعت السعيد إن طالب جوليو ريجيني لم يكن طالبا عاديا وكان رجل مخابرات. زي كمان بعض المعلومات المغلوطة والفوتوشوبية، يعني إن صح التعبير، اللي ظهرت على بعض المواقع على فيسبوك، صفحات على فيسبوك، اللي بتقول ان هناك قاتل ايطالي محترف تبع المافيا هو اللي قتل جوليو ريجيني وعايز يلبس التهمه في الدوله المصريه. يا خيبتها اللي عايزه خلف. في حين صرح وزير خارجيه ايطاليا انه بلاده لن تقبل باي حقيقه مصطنعه ولن تسمح بان يداس على كرامتها او يتم اخفاء معلومات عن مقتل مواطن ايطالي. وكان الرد المصري من جانب الخارجية المصرية ان التصريحات في هذه القضية تزيد الموضوع تعقيدا، واحنا مش عايزين نرد علشان احنا بنحافظ على العلاقات التاريخية بين البلدين. كتر خير الخارجية المصرية بصراحة على الرد ده، وكنا ننتظر ان هم يساهموا او يساعدوا في تحسين صورة مصر انها دولة بتسعى للبحث عن الحقيقة والعدالة وتقديم قاتل جوليو ريجيني الى العدالة. ولكن هذا لم يحدث على الأقل حتى الآن. البرلمان المصري يقرر وضع موازنته كرقم 1 ودون الدخول في تفصيلات ودون الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوع مرتبات النواب لقانون الضرائب. يعني المجلس النواب اللي الناس انتخبته واللي الشعب انتخبه علشان يراقب على حكومة وعلى حقوق الشعب دوت ويحاول يجيب له حقوقه، هو نفسه رفض ان اي حد يراقب عليه او انه هو يبقى مش سيد قرار. البرلمان سيد قراره وسيد ميزانيته ودون دفع ضرائب. عاش يا مجلس النواب، عاش. أما زكريا عزمي رجل حسني مبارك السابق الفاسد الخارج من السجن يحرر توكيل للتصرف مع الدولة مقابل 3.5 مليون جنيه. زكريا عزمي اللي هو اعترف بنفسه ان الفساد للركب واللي خزنته كان فيها ساعات بالملايين هيدفع شوية ملاليم 3.5 مليون جنيه ويتصالح مع الدولة ثم يعيش حياته حرا طليقا. لكن آلاف الشباب من الثوار والمتظاهرين لسه في السجن. تحيا مصر. وفي حلقة جديدة من مسلسلات انحدار واضمحلال وانحطاط الإعلام المصري، محمد الغيطي بتاع برنامج صح النوم بيقول بنات هشام جنينة بيخزنوا أسلحة في مزارعهم في الصالحية. الحقيقة إن الكلام والخبر ده لا يحتاج تعليق. في فمي ماء. بس اختفاء تمثال كاتمة الأسرار من حديقة بالإسكندرية والحي يؤكد اتفاجئنا.
الف سلام على حي اسكندريه من المفاجاه، وان شاء الله مع سرقه التمثال الجاي نجهز لهم طاسه الخضر. رئيس الوزراء: الحكومه ليس لها هدف الا المواطن الفقير محدود الدخل. الحقيقه ان انا الحاجه الوحيده اللي فهمتها من التصريح ان هو المواطن ده هو الهدف اللي بينشن عليه سياده الوزير بكل مجهوده علشان يفشخه. الحكومه ملهاش غير الهدف ده تنشن على دماغه. ارتفاع اسعار القطارات من القاهره الى اسوان بنسبه 100%، وده يقول لنا قد ايه الحكومه شايله المواطن في عينها مش تحت جزمتها. وزيره الاستثمار: هنخلي المستثمر يتجوز الفرصه ويخلف منهم كمان. الحقيقه انا بشكر الوزيره على ده، لانه ده عباره عن تهيئه المناخ المناسب للتزاوج والتكاثر، والحكومه هتشيل الفوطه وتجيب لهم الموجات وعليها الفياجرا. اما رئيس البرلمان علي عبد العال بيقول عن تعليقا على مشهد فراغ قاعات مجلس النواب من النواب: سأترك الحكم على هذا المنظر للشعب. الحقيقة أنا عايز حضرتك تتقدم ببلاغ وتبعت جواب مسجل بعلم الوصول لأولياء أمورهم إن اللي محدش هيدخل المدرسة الحصة الجاية إلا ومعاه ولي أمر، علشان كده ما يصحش وما يصحش كده. أما علي عبد العال رئيس مجلس النواب اللي ما قدرش يسيطر على النواب ويلزمهم بحضور اجتماعات ومناقشات مجلس النواب، قرر ان هو قال ان هو بصدد مناقشه قانون للرقابه على فيسبوك وتويتر. يعني حضرتك ممكن تكتب بوست على فيسبوك او تويتر على تويتر ويكون ده سبب في دخولك السجن بقانون من مجلس النواب اللي الشعب المصري اختاره للرقابه على الحكومه. اتضح ان هو يراقب على فيسبوك وتويتر. برلمان امن الدوله: أما نائب البرلمان يقول ابني اشترى جزمة جلد التمساح ب20,000 جنيه، لذلك يقترح سيادته أن مصر تعمل مشروع نحن نصطاد التماسيح من النيل ونعمل منها جلود ومصانع للجلود وجزم، والجزمة الواحدة تتباع ب20,000 جنيه. يا بلاش، نايب فعلا حاسس بالناس وحاسس بالشعب واشترى لابنه جزمة ب20,000 جنيه. في جوازات بتتفشكل علشان 500 جنيه حضرتك يا سيادة النايب يا ابن الدايرة. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية يؤكد: لا تمييز في اختيار المحافظين، لكن الأولوية لضباط الجيش والشرطة. فعلا مفيش تمييز، الجيش والشرطة أولا. وما زالت مشاكل قانون الخدمة المدنية مستمرة. خناقة بين النواب ووزير التخطيط، خناقة قامت بين بعض النواب ووزير التخطيط عندما اعترضوا على أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق قانون الخدمة المدنية. الوزير رد ببساطة: يا جماعة دول قضاة وبترول، بس الناس دي مش تبعنا، الناس دي تاخد حقها تالت ومتلت وفوق وبوسه. صرح كمان احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه ان الفساد لن ينتهي الا بنهايه البشريه. يعني معنى ان احنا نسيب الفاسدين يستمتعوا بفلوسهم ولما نموت ان شاء الله نبقى ندعي عليهم ونتقابل في الاخر. شكرا يا سياده الوزير، سبحتك يا معلم ايوب. اما المجرم المتهم المدان حسني مبارك بيقول للقاضي مازحا: لو انا عندي 11 مليار جنيه، عندي 11 مليار جنيه في البنك الاهلي فرع المريخ، خدوا 10 مليار وسيبوا لي مليار واحد اعيش بيهم. مجرم وبيهزر. احنا اسفين يا مخلوق. وزيرة التضامن الاجتماعي: محدود الدخل في قلب الحكومة والكل هياكل من التورتة. ابوس ايدك يا سيادة الوزير، احنا مش عايزين تورتة، سكرنا عالي وضغطنا عالي والدكتور منعنا من الحلويات، احنا عايزين نعيش حياة. ممكن ولا هياكلوا باتيه. واتهامات للمستشار هشام جنينة بالتخابر مع قطر وبحيازة مستندات مهمة تدين بعض الجهات السيادية في مصر. وقال أحد المستشارين اللي دخلوا مكتب المستشار هشام جنينة في الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ان هو عثر على بعض الملفات التي تدين بعض الجهات السيادية في مصر بالفساد. الحقيقة ان ده منتهى الاجرام والذنب اللي ممكن يتحاسب عليه هشام جنينة، انه اثبت انه فيه ناس فاسدين في الجهات السيادية في مصر، لازم يتحبس يا جنينة، ما يصحش كده. وقرار جمهوري بالموافقة على قرض من البنك الدولي لمصر بقيمة $500 مليار للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر. تحيا مصر، المهم نبقى كده. أما عن تسريب وثائق بنما أو ما سمي ببنما ليكس وتهريب وتسريب عدة ملايين من الوثائق التي تدين بعض المسؤولين الحكوميين في دول عدة في العالم بالهروب إلى الملاذات الآمنة لتهريب الأموال من مواطنها الأساسية دون الوصول إلى أصحابها الحقيقيين، واللي طال اتهامات بالفساد رئيس وزراء أيسلندا واللي قدم استقالته بناء على كده، وأدى إلى أن مقر الفيفا في سويسرا يتم مداهمته بواسطة البوليس.
وتم ذكر اسم علاء مبارك في هذه الوثائق، وتم تأكيد أنه علاء مبارك له شركات أوفرسيز أو فيما وراء البحار في الملاذات الضريبية الآمنة، وما زلنا لم نسترد مليما واحدا. مصر عملت لجنة، واللجنة انبثق عنها لجنة، واللجنة الثانية عملت لجنة ثانية، وصرفوا عدة ملايين من الجنيهات والدولارات دون أن يحصلوا على مليم واحد. وكانت النتيجة الوحيدة الإيجابية اللي حصلت لحد دلوقتي إن الاتحاد الأوروبي مدد الحجز على ممتلكات حسني مبارك لمدة عام آخر. عسى أن تتحرك الحكومة المصرية، ولا شوية مليارات يعني مش عايزينها، احنا ما بنبصش للملاليم دي. حديقة الحيوان بالجيزة تعلن في خبر صار خطوبة القرد وحيد اللي كان بيعاني من اكتئاب شديد بسبب حالة الكبت الجنسي اللي كانت عنده بسبب وحدته، وإن هو هيتزوج من أنثى قردة قرود، مش قردة قرود، مش بنت بنوت، ولكن سبق لها الزواج. وإنها قامت بتجهيز بيت الزواج في حديقة الحيوان ببعض الألعاب والمسليات والأشياء اللطيفة كي تساعد وحيد على حياة جنسية وحياة سعيدة. الجدير بالذكر ان في حوالي 20 ل 30 مليون انسان مصري ممكن يحسدوا، او اكيد بيكونوا بيحسدوا وحيد لانه حل مشكلته الاساسيه في الكبت الجنسي. عقبال الباقي. ده كان مختصر اخبار مصر في اسبوع في الوريد مع محمد ابو العز. دمتم بكل خير.